ليا صديقي الفنان الكبير وجيه يسا، ك- كل ما يشوفني يقول لي انت شكل الاسد بالظبط. ما اعرفش هل صح انا شكل اسد، يمكن عشان شعري الملخبط ده، ولا عينيا اللي بتبرق كده، نظرة فيها قوة. مش عارف. احنا هنا في قصر عابدين. القصر مساحته حوالي 25 فدان، وأمر ببنائه الخديوي إسماعيل. القصر مليان بالفضة والذهب والنجف والتحف والكريستال. ايه ده؟ انا ايه اللي جابني هنا؟ انا مش قصدي افرجكم على القصر، انا كان قصدي افرجكم على البيت اللي قدام القصر. ايوه، بيت جلال. بيت جلال اللي مساحته لا تتجاوز 70 متر، لكن فيه براح قد الكون كله. بيت جلال هو المكان اللي قرر فيه الفنان جلال جمعة إنه يخليه قاعة متحفية يجمع فيها إنتاجه الفني علشان يشوفوا محبين فن السلك والباحثين. البيت كمان بيضم مجموعة من أعمال كبار المبدعين. أما صاحب البيت الفنان جلال جمعة فهو مارس الفن من صغره، لكن لما وصل لسن 60 ساب شغله كمهندس ديكور وقفل المكتب والمصنع وتفرغ في للفن. يوم وليلة كده قررت ان انا استغنى عن كل اللي انا عملته واتفرغ للفن التشكيلي. طبعا كان قرار صعب جدا. انا باجي بيت جلال يعني يوميا، من الصبح بقعد لغايه بعد الظهر. بشتغل، اوقات اشتغل في البلكونه، اوقات اشتغل جوه حسب الجو. ما هو دخلت جوه، سمعت حد بينده وبينده لي بالاسم، بس اللهجة مش واحد بيعرف عربي كويس يعني. عمال يقول يا جلال يا جلال. فأنا قلت مين ده؟ يعني حد أجنبي. فطلعت البلكونة لقيت سفير بلجيكا واقف تحت البلكونة وبيقول لي احنا هنطلع. قلت له اهلا بيك، وكان معاه بنتين كده انا ما اعرفش مين يعني. لكن لما طلعوا عرفت ان هم بنات اخته، ووعدهم ان هم هيعملوا لي زياره في البيت. كان جه هو والمدام بتاعته، و فاكره الملوخيه. اه، كانت مروه عامله له بقى ملوخيه وعامله له اكل بقى ومحشي وبتاع. فهو بيحلف بالملوخيه بتاعت مروه الحقيقه كل ما يشوفني لازم ايه يفكرني بالملوخيه. بيت جلال هنا اهو زاروا كثير من السفراء. يعني كل واحد انطباعه مختلف عن البيت. يعني اللي يقول لي انت ساكن هنا اقول له لا، يقول لي طب ليه ما تسكنش هنا؟ واللي يقول لي الواحد بياخد اول ما بيدخل المكان بيحس بطاقة ايجابية. زار بيت جلال ضيوف من جوه وبره مصر، والبيت مفتوح لكل الناس. واللي دخل البيت مش بس خرج بمشاعر طيبة، لا كمان معاه بورتريه من السلك، هدية من الفنان جلال جمعة. فابتديت بقى اتشهر بعمل البورتريهات بالسلك، اللي هي كانت متعبة جدا في الأول عشان نطلع الشبه. لكن مع الوقت ومع الاستمرار في عمل البورتريهات بقى البورتريه يطلع في 10 دقايق لأي حد. يعني سواء في حاجة مميزة في وشه أو مفيش، بيطلع الشبه.
بحتة سلك صغيرة جلال يقدر يرسم حصان أو غزال أو طور. بحتة سلك صغيرة يقدر يرسم لك بورتريه. بحتة سلك صغيرة يرسم كل العالم، لأن العالم عند جلال هو حتة سلك صغير. كل حيوان منهم له صفات بتعجبني جدا. يعني الحصان فيه رشاقة، عنده كرامة، ذكي، شكله جميل. ده حتى يعني لما تيجي تصوريه هو بياخد بوز، احسن بوز ممكن تاخديه، تاخديله لقطة هو اللي بيديها لك. اما الطور فهو فيه القوة والعند والدماغ الناشفة اللي انا بحبها بصراحة. يعني هو في مني وانا في منه من ناحيه الدماغ الناشفه. بس في بيت جلال يعني هو بيقوم بانشطه كتير، من ضمنها ورش للاطفال، ورش مجانيه. ويمكن ده المناسبه دي بتفكرني باني عملت ورشه مرتين، يعني سنتين ورا بعض، للصم والبكم في المنيا. دعاني صديقي الدكتور اسماعيل الناظر. الحقيقه انا كنت خايف جدا، فالحقيقه لقيت تجاوب غريب جدا وحبيتهم قوي انا الحقيقه. كنا كل ما اعمل حاجه فاهمينها، ومجرد ان انا يعني اقول لهم المعلومه مش كامله هم بيكملوها. كنت اروح الاقيهم كلهم موجودين قبلية بنص ساعة. ده دليل على انهم حبوا الخامة وحبوني. أستاذ جلال، أنت بس مش بتتعامل مع السلك، يعني أنت بتلاقي الجمال في أي حاجة قدامك. في اي نوع فن انا بحب امارسه ما عدا الرقص يعني، والغنى برضه. يعني انا بعزف، برسم، اشتغل بالسلك، نحت، اشتغل بالخشب، اشتغل بالزلط. ودي جديدة، الزلط اللي كنت. يعني انت وانت ماشي في الشارع بتبص في الارض؟ يعني الناس بتبقى ماشيه كده، انت ماشي بتبص في الارض بتدور على ايه؟ هو انا من صغري على فكرة كده. كانت امي وهي بتفتش هدومي قبل الغسيل، فتلاقي زلط، تلاقي صواميل، تلاقي مسامير، تقول لي انت زبال، انت بتلم من الشارع. ف فالحقيقه حتى لما كبرت ما بقدرش الاقي حاجه فيها يعني لها علاقه بالفن، او ممكن اطلع منها عمل فني في الشارع لازم اقعد اجيبها. يعني انت في البورتريه المشهور بتاع الاستاذ محمد عبله بتاع نجيب محفوظ، انت لما بتشوفه بقى كده قدامك الوش بيندهك ولا انت بتعمل ايه؟ انا احساسك بيه انا ازاي؟ لا انا بجمع كميه كبيره جدا من الزلط، شكلها غريب في الفورم، في الشكل، في اللون، وفي الملمس. وبعدين بقعد مع كل حته، بقعد معاها، اقعد معاها اشوف فيها ايه، تديني مين. ممكن تجيب لي قورة حد، تجيب لي دقن حد، تجيب لي فورم بتاع الجمجمة. يعني في قطع معمولة مثلا من قطعتين بس. في يعني أنا عملت مثلا الفنان محمد عبلة، الفنان محمد حاكم الله يرحمه، نجيب محفوظ، أحمد فؤاد نجم، غاندي، جمال عبد الناصر،
في شخصيات كتيرة جدا لقيتها في الظرف، يعني مش بمحض الصدفة. لا، أنا بقعد مع كل حتة في حوار ما بيني وما بينها لغاية ما بقفش الحتة اللي تديني شخصية وأكمل عليها، أدور بقى على المكملات. لكن هي قطعة واحدة هي اللي بتوحيدي بالعمل. ما بقاش في دماغي يعني أنا هعمل فلان أو فلانة، لا. ده بورتريه لسمير غانم، نجم الكوميديا اللي رحل تقريبا من سنتين. كان خبر رحيله يعني ساب أثر فيا، كنت زعلان جدا جدا عليه. مسكت السلك وقلت لازم أعمل له حاجة تكريما لقيمته كممثل كوميدي ضحك الملايين، مش مصر بس، الدول العربية كلها عارفاه. فطلع مني بورتريه في إحساس جديد أكتر من البورتريات اللي أنا بعملها في العادي. يعني لأي ضيوف مهمين بيجولي بعمل لهم بورتريهات، لكن ده طلع بورتريه بيتشاف من جميع الاتجاهات. أنستونا